والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة جمعاء هذا الشهر الفضيل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك، ونسأله سبحانه جل في علاه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا فيه. ثم أما بعد، اسمي هو مصطفى إبولالين، إمام بمسجد تفك بمدينة الصويرة. بالنسبة للاستعدادات للتراويح تكون استعدادات قبل رمضان واستعداد قبل الصلاة. أما الاستعداد قبل رمضان فهو بمراجعة القرآن ومذاكرة القرآن في طيلة السنة، ثم استعداد قبل التراويح، وهذا الاستعداد يكون أولا بإفطار قليل، ثم مراجعة للمحفوظ الذي أدخل به إلى التراويح، وهذا أمر ضروري جدا للإمام إذا أراد أن يؤم الناس لا بد أن يقرأ الجزء الذي يريد أن يقرأ به، أن يصلي بالناس به. هذا يعين القارئ على تدبر القرآن، لأن هذا القرآن ما أنزل إلا للتدبر، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ومن المعينات على تدبر القرآن هو أن تقرأه قبل أن تصلي به، فهذا يعين القارئ على تدبره ويعينه على تحسين أدائه به. وتحسين الصوت بالقرآن هذا أمر شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ففي قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة. فقال له رضي الله عنه وأرضاه: لو علمت أنك تسمع إلي لحبرته لك تحبيرا. لذلك شرع تزيين الصوت بالقرآن لتقرب الناس إلى القرآن ولتظهر معاني القرآن الكريم. فهذا أول أمر، وهو قراءة المحفوظ مرة أو مرتين أو ثلاثا إن تيسر الوقت. ثم أقدم للتراويح بموعظة قبل الدخول للتراويح، أقدم بموعظة للحضور وللناس. يستحسن بالإمام أن يعظ الناس ويذكرهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذا الأمر، فكان يتخول الصحابة رضي الله عنهم بالموعظة. وكما ثبت في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة، وقال الله عز وجل: واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذه هي جملة المسائل التي أستعد بها للدخول إلى القيام. وصلى الله وسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.